اهلا بيكم. في الفيديو ده هعلمك ازاي تغير اي لون عنصر عندك في الفيديو. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، انك تغير لون عنصر هنضيف زي افكت. الافكت ده ان شاء الله هيغير لون الزرع دوت. هنروح على قائمة افكت، من قائمة افكت هنكتب تشينج تو. هتظهر معانا تشينج تو كولر. هنشد الافكت بتاعنا ونشده على الفيديو. بعد ما شدينا الافكت بتاعنا هنروح على افكت كنترول. افكت كنترول هتظهر معانا الفلتر اللي احنا ضفناه تشينج تو كولر. بيقول لك هتغيره من ايه لايه. انا هقول له يا معلم انا هختار اللون، هدوس على القطاره دي واختار اللون الاخضر، واختار لون اخضر فاتح على قد ما اقدر. اخترت اللون الاخضر. بص هو حولهولي. طب انا عندي خضار هنا لسه، هروح ازود في الهيو بتاعنا. بص الغابة كلها بقت حمرا. هو غيره الاحمر عشان يبين لك. انت لو عايز تغيره لاي لون تاني اعلمك ازاي دلوقتي. بص بص المنظر، منظر سينمائي فظيع. تمام. طب انا عايز اغيره للازرق او اغيره للموف مثلا. موف. بص منظر في غاية الروعة. انت غيرت، حولت الفيديو لمكان تاني خالص. لو في اخطاء في اي حاجة بقى بتبدأ تلعب في الهيو واللايت والستريشن. لو لعبت فيهم حتى هتظبط الفيديو اكتر. ده لو في اخطاء، مثلا لو انت بتمثل فيديو او بتمثل على موقف تاني او فيديو تاني. تمام. المهم ان هو بيحول لك الفيديو سينمائي في حتة ثانية خالص. هكذا بقى تقدر تغير اي حاجة انت عايزها لالوان تانية. شفت الموضوع بسيط وسهل؟ اعمل لايك وسبسكرايب، ولازم تتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، لاني بقدم كورس ادوبي بريمير في حتة تانية خالص، من تحت الصفر للاحتراف. واحب دلوقتي اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.